السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تحضير بريوش الملوك، وهي بريوش محشوة بكريمة اللوز اللي كيعطيها واحد النعومة وكيعطيها مذاق روعة. شوفوا المكونات وطريقة التحضير. عندنا 120 غرام زبدة، 125 غرام حليب، 50 غرام سكر ثقيل، 400 غرام دقيق، 7 غرام خميرة، ملعقة صغيرة ملح، بيضتان، و7 غرام سكر الفانيلا. اول حاجه غادي نوضعوا الخميره في الحليب، يعني يكون دافي ما يكونش سخون. اتونسيون باسكو الا كان سخون راه كيقتلنا المفعول ديال الخميره، وكنخليوه يرتاح واحد 10 دقائق تقريبا. في وعاء ديال العجان الكهربائي او حتى باليد، نقدروا نخدموا حتى بيدينا. كنوضعوا الدقيق، سكر الفانيلا، السكر الثقيل، الملح. كنخلطوا المكونات، كنوضعوا حفره في الوسط، كنصبوا الخليط ديال الحليب والخميره من بعد ما دابت، ثم البيضتين، وكنخليو المكونات كتعجن لمده 10 دقائق تقريبا. ملي كتعجن لنا العجين وما كتبقاش تلصق لينا في قاع العجان، هنا كنزيدوا الزبده اللي قطعناها طريفات صغار بحراره المطبخ، كنزيدوها على مره او مرتين. ملي كتوجد لينا العجين وكتصبح الاستيك وما كتبقاش كتلصق، كنكونوا كويره. كنوضعوا العجين في وعاء اللي رشناه بشويه ديال الدقيق، وكنغطيوه وكنخليوه يخمر لمده ساعه ونصف حتى لساعتين تقريبا. في هذه الوقيته هذه غادي نوجدوا كريمه اللوز اللي غنستعملوها كحشو البريوش ديالنا. عندنا بيضتين، 150 غرام مسحوق اللوز، 125 غرام سكر ثقيل، 60 غرام زبده، ونصف ملعقه صغيره من روح الفانيلا. في وعاء كنوضعوا الزبده اللي قطعناها طريفات صغار وكتكون بحراره المطبخ. ملحوظه هنايا راه ذوبتها شويه لان عندي الكوزينه بارده وجمدات. كنبقاو نخدموا فيها حتى كنحصلوا على واحد القوام اللي هو رطب وقوام البوماد. كنضيفوا ليها السكر الثقيل وكنعاودوا نمزجوا من جديد، يعني حتى كندخلوا داك السكر في الخليط وكيصبح لنا متجانس. من بعد كنبداو نضيفوا البيض وحده بوحده. كنضيفوا البيضه الاولى وكندخلوها مزيان في الخليط حتى كيولي متجانس. عاد كنزيدوا البيضه الثانيه ونعاودوا نخلطوا مزيان حتى يعني الخليط كيولي رطب ومتجانس. من بعد كنضيفوا روح الفانيلا وكنبداو نخلطوا مزيان. اخيرا غادي نزيدوا مسحوق اللوز ونعاودوا نمزجوه حتى كنحصلوا على خليط متجانس. كريمه اللوز وجدات لينا، كنغطيوها بفيلم بلاستيكي غذائي وكنوضعوها في الثلاجه كترتاح واحد الساعه تقريبا. بعد مرور ساعه ونص او ساعتين كما كتشوفوا معايا العجين راه الحجم ديالو كبر. هنا غادي نبقاو نضغطوا على العجين حتى كنتخلصوا من داك الغاز، يعني كنديغازيوها. كنعاودوا نجمعوها وكنكونوا كويره من جديد. وهنايا غادي ندخلوها للثلاجه ترتاح واحد الساعه، منها انها كتطلق لنا ديك البنه وفي نفس الوقت كنتحكموا فيها في الخدمه ديالنا. وما نساوش من طبيعه الحال باش كنغطيوها باش ما تشمش لينا الريحه ديال الثلاجه. من بعد ما ارتاحت لينا العجين وخمرت لينا شويه، كنعاودوا نحيدوا منها الغاز الهواء، وغادي نكونوا كويره كما كتشوفوا معايا. راه ما كتشوفوا العجين راه ما كيتلصقش. كنوضعوها فوق سطح العمل وكنبداو نبسطوه. العجين كنبداو نبسطوه وكنعطيوه واحد الشكل اللي هو مستطيل، فيه تقريبا 29 سنتيمتر ديال العرض و36 سنتيمتر ديال الطول تقريبا.
وكنقدروا نرشوا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل اللي الحاجه ما نكثروش. هي غالبا ما كنحتاجوش للدقيق، ولكن الا كانت الحاجه نقدروا نرشوا غير شويه. من بعد ما طلقنا العجين وحصلنا على مستطيل على هذا الشكل مقاد، يعني فيه القنات وكل شيء، كنبسطو فوق منه كريمه اللوز بلا سباتول لانها بخاتيك، وكنخليه واحد 1 سنتيمتر في الجناب كلهم، ما كنقيسوهمش بكريمه اللوز، وكنبسطوها بسمك متساوي. ملي كنساليو كنبداو نطويو العجين على نفسها، كنكونوا حربل. كنوضعوه في المجمد كيبقى لمده 15 دقيقه باش ملي نبغيو نقطعوه نتحكموا فيه. بعد مرور 15 دقيقه كنخرجوا الحربل من المجمد، كنقسموه على 7 ديال القطع متساويه. هو غالبا كيجي واحد 5 سنتيمتر ديال الطول في القطعه. كناخذوا قالب اما بحال هكذا، يعني ضروري تكون فيه واحد 24 سنتيمتر دو ديامتر ديال دائري، اما هكا محلول من التحت وكنديروا ورق الطهي فوق الطاوه، واما كناخذوا قالب داك اللي كيتحلوا من التحت كنشمعوه، ولا كنديروا ليه ورق الطهي كندوروا به ورق الطهي، ولا كنشمعوه بالزبده او بالزيت. كنبداو نستفوا القطع بهذه الطريقه، يعني متباعدين على بعضهم متباعدين كذلك على السيركل على القالب. كناخذوا بعين الاعتبار بان العجين ديالنا راه مازال كتنفخ باش كتخمر، ومازال عاوتاني غتنفخ ملي غنوضعوها في الفرن. كنخليوها ترتاح واحد الساعه تقريبا على حساب الجو. الا كان الجو سخون راه دغيا واحد نص ساعه هكا كتبان لينا تنفخات، ولا كان الجو بارد كنخليوها واحد الساعه تقريبا هكاك حتى كتخمر لينا، وكنغطيوها من طبيعه الحال. من بعد ما خمرات لينا العجينه كما كتشوفوا القطع خمروا لينا وتزادوا في الحجم، كناخذوا اما بيضه مخفوقه كنخفقوها وكندهنوا بها القطع، او كناخذوا اصفر بيضه. كانت عندنا باقي واحد الصفر د البيض، زدت عليه واحد المعلقه صغيره ديال الحليب، ومن بعد بديت كندهنوا غير العجين. كنحاولوا ما نقيسوش ديك كريمه اللوز. واخيرا كنرشوا بالسكر الخشين. هنايا ما صورتش مزيان وانا كنرش، مي حاجه يعني عاديه كنرشوا في الاخير. من بعد ما كنساليو كندخلوه في واحد الفرن اللي سخناه من قبل على 180 درجه. كنخليو البريوش ديالنا كطهى على 25 دقيقه تقريبا، يعني ملي كنشوفوا البريوش بدات كتحمر من الفوق كنخرجوها. من بعد ما طابت لينا البريوش كما كتشوفوا معايا كنحيدوا السيركل وكنوضعوها حتى كتبرد، كنوضعوها في الطبق ديال التقديم وبالصحه والراحه. والى هنا وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، واذا كان كذلك ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولما لا تشتركوا الوصفه مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.